سلام، كي راكم البنات؟ نتمنى تكونوا بخير. انا لاباس الحمد لله. قبل ما تبداي الفيديو ما تنسايش ديري لي لايك واشتراك، ورواحي حبيبتي تسمعي الفيديو تاع اليوم باسكو يهمك بزاف. رمضان راه قريب، وبزاف من الزوجات يفرحوا بيه. بصح كاين زوجات كيجي رمضان يزيد عليهم الضغط، سيرتو إذا كانت أم عايشة في وسط العائلة. الخدمة تكتر، التعب يكتر، وتحسي أنه لازم تكوني مثالية قدام أهل زوجك. إذا راكي تعيشي مع أهل زوجك وتحسي بالخوف من رمضان قبل ما يجي، هذا الفيديو ليك باش تعيشي رمضان بهدوء وأجر أكتر وراحة نفسية، مشي في ضغط وبكاء في صمت. أول حاجة تديريها، صحي النية قبل ما تبداي التحضيرات. قبل ما تنظفي وقبل ما تبداي طيبي وترطبي، وقفي دقيقة وقولي لروحك: يا ربي، نخدم هذا الشهر، نطلب رضاك ماشي رضاء الناس. راني نطلب رضاك ماشي إرضاء الناس، ماشي لإرضاء الناس. صاي كي تكون النية لله، حتى كي طيبي راكي ديري صداقة، وحتى كي راكي تنظفي هذه عبادة. حتى إذا عييتي راه عندك أجر كبير. شتي بدلتي غير النية، شوفي شربحتي. خير ملي تبداي نتي طيبي وتبداي تقولي أنا كرهت وغي أنا اللي نخدم وغي أنا لا. والله تفطري صائم راه عندك أجر كبير، بصح تكون عندك نية صالحة هكا، والله ما قلبك يهدى. حاجة الثانية، ماشي لازم تكوني الزوجة الخارقة، خصك ديريها في بالك نتيا ما راكيش روبو ولا جو سي با نو. باسكو بزاف زوجات يحطوا ضغط على روحهم غير باش يرضيو هذيك العائلة. خص لازم مائدة كاملة، خصاي حتى حاجة ما تنقص، مام إذا كانت عيانة لا، خص المائدة تكون كاملة، ما ينقص منها حتى حاجة، سربيتها ما تكونش ناقصة. وخص الدار تكون هاك تشعل شعيل. وخصني كل ما نجمع خصني نستقبل المدح. خصها تستنى واحد هكا يقولها يا جات هذه الحاجة شابة، إذا ما سمعتها صايب المورا طاح. خصك تديري في بالك أنه راكي صايمة وأم وعندك طاقة محدودة، ديري اللي تقدي عليه برك، وربي ما يكلف نفس إلا وسعها. صاي وتتفقي مع راجلك قبل ما يبدأ رمضان، نورمال تتفقي معاه بهدوء، قولي له: يا راجلي العزيز، رمضان شهر عبادة ونحب نكون فيه هادئة، نحتاج الدعم تاعك. الطلبي منه يخفف عليك الضغط، باسكو والله الا كاين بعض الازواج يزيد الضغط على الزوجة تاعه، يكون صايم ومنارفي يزيد يضغطها. طلبي منه يساعدك على قد ما يقدر ويتفهم التعب تاعك، يا ولو كان ما يقدرش يساعدك غير يتفهم التعب تاعك. كي يكون راجلك في صفك الضغط والله رايح ينقص، باسكو بزاف تاعي اذا كنت انتيا تعيا نهار كامل ومع التالي راجلك يجي يقول لك كلمه تطيح لك المورال. لا اله الا الله. حاجه الرابعه واللي هي ما تدخليش روحك في مقارنات، باسكو بزاف كاين اللي عايشه مع مرت سلفها، مع مرت خوه، هي ومرت خوه دير اطباق بزاف هكا، دير ماكله بزاف ومنه، ولا عجوزتك كانت تدير كل شيء وحدها ويا زعما. بس خصك انتي ديري في بالك انه انتي انسانه مختلفه وعندك طاقتك وظروفك، كل واحد وظروفه، كل واحد الطاقه تاعه. رمضان خصك ديري في بالك ماشي مسابقه في الطبخ، رمضان مسابقه او سباق في الطاعات. صاي سي بوغ سا خاصي وقت ليك نتيا مع ربي. حتى لو كنتي عايشه في دار كبيره ومشغوله كاع النهار، لازم يكون عندك وقت مخصص للقرآن، وقت مخصص للدعاء، وعندك ركعات قيام الليل.
شوفوا في رمضان هادو ما يقلعوهم لكش، حتى الطبيب ما يقلعهم لكش، خصك ديريهم باسكو هاد اللحظات رايحة تعمر قلبك بالطمأنينة وتخليك تتحمل الضغط بهدوء. حاجة السادسة انه تخدمي بنية عبادة. كما قلت لكم كي تبداي طيبي قولي يا ربي هذا في ميزان حسناتي، وكي تحطي الماكلة قولي يا ربي تقبل مني. وحتى وكان ما يشكروكش ما تستناي الشكر حتى من واحد، ربي راه شايفك وعارف التعب تاعك صايي. حاجة السابعة ما تخليش المعاملة تنقص من روحانيتك. يمكن تسمعي كلمة تسعفك، ويمكن تحسي بعدم التقدير انه راكي نهار كامل واقفة وهما مش مقدرين التعب تاعك. ما تخليش هذا الشيء يسرق منك اجر رمضان. خلي ردك هدوء، ابتسامة وصبر بنية الأجر، مش شي ضعف، هذا قوة. خصك ديري في بالك انه رمضان مشي لازم يكون شهر تاع لا بريسيون والضغط. رمضان شهر تقرب وهدوء وبناء داخلي. حتى ما اذا قلت لك اذا عايشة مع اهل الزوج، حتى لو عندك خدامة برا وعندك خدمة بزاف، تقدري تعيشي رمضان بقلب مطمئن. قولي دائما في الدعاء تاعك يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وخلي رمضان هذا يكون بداية راحة بينك وبين ربي، ومن بعد تشوفي كيفاش الراحة تدخل لقلبك حتى في أصعب الظروف. وما تنسايش تدعميني عمري إذا استفدتي ولو بشوية. دعميني بكومنتار وجام هكا باش أنا نستحفز ونكون معاك طوال شهر الكريم ونحفزك إن شاء الله يا ربي. رايحة نحط لكم بزاف فيديوهات يهمكم ورايحين تستفادوا منهم. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.